الفروض والفرج. هتقول لي صباح الخير يا باشا، اقول لك صباح الفل يا ملك. هتقل قلبك هديك باللي في رجلي. مش ده اللي حصل؟ وبعدين المعركه بتاعتي انا، هي معركه قطر معايا كانت عشاني انا، كانت عشان بلدي، وبلدي استلعت خلاص شكرا. وخلي بالك، ولما قطر استقبلت فريقنا استقبال محترم انا طلعت ما عنديش غضاضه، شكرتهم، ما عنديش اي مشكله خالص. انا البوصله بتاعتي بلدي والزمالك، زي ما محمد رجب بيقول البوصله مصر والزمالك. فاحنا الحمد لله النهارده جه مبلغ محترم كويس جدا. ويوم الخميس جاي احنا لينا حوالي 20 مليون جنيه في الشركه الراعيه. قدام بتوع ايه؟ بتوع مكافاه الدوري والكاس بتوعنا. جايين يوم الخميس الجاي ان شاء الله. خلاص العجله دارت. قلت الازمه الماليه لم ولن تحدث باذن الله في نادي الزمالك تاني. خلاص انت عديت من عمق الزجاجه اللي كان المفروض فيه تقع وفرقك تقع، ونيجي النهارده بعد الازمه ما اتحلت نلاقي مثلا الفريق بتاعك فرق بين الاهلي مثلا 15 بونت. اليد واقعه، السله واقعه، الطايره واقعه. احنا الحمد لله جبنا احسن لاعب سله. لا علاقه بياسين منصور ولا ليه علاقه بالكلام ده كله. ان شاء الله خير باذن الله قادم. وقلت قبل كده حط في ايد ناس تراب بتبقى الماظ، وحط في ايد ناس الماظ بتبقى تراب. فالحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا النهارده زي ما قلت وفرجت يوم الخميس. وخلي بالكم ما خدتش ولا جنيه من الشركه الراعيه لغايه دلوقتي. احنا زودنا شويه بس لسه ما مضيناش، لان دي حقوق الناس، دي فلوس الناس الاعضاء. وكل اللي انتم شايفينه دون الدوله ما دفعتش فيه مليم، كله من فلوس النادي، فلوس الاعضاء. فان شاء الله باذن الله انا متفائل باللي جاي سواء على مستوى البطولات في كل الالعاب. وزي ما قلت احنا لسه كان في اجتماع الوزير النهارده ان احنا بنزود الجمهور في المطوشه بتاعت افريقيا ل 30,000 ان شاء الله. وهو هيتقابل مع السيد وزير الداخليه وانا قاعد معاه. طلبت احمد دياب، قال لي احمد دياب ابعت لي انت جواب بالكلام دون عشان الرابطه تبقى في الموضوع. وبعدين طلبت طلب تاني ان قصه ان يدخل 3000 ولا 5000 في الدوري العادي خليها 15 او 20 او 20,000. وبعدين اللي مش بيلتزم حسب وزير الداخليه. يعني كانت زياره مثمره. امبارح مع الاخ احمد دياب كلامي كان واضح، فقره التحكيميه لازم تتلغي. فكفايه احنا متحملين ابو شرطه وصفاره كفايه، وكفايه احنا متحملين نادر قمر الدوله ولا قمر الدين. وحتى محمد عادل اللي كان كويس لما اتشتم راح كده. ما هو يا جماعه ما هو المشكله انا دايما برضو اعذر الناس، انت عايش في مجتمع وبعدين هم عندهم الشناوي. انا بتحداك اللي بيختار، انا سالت احمد دياب امبارح وسالت جمال علام امبارح مين اللي بيختار الحكام؟ هم مش عارفين لان الراجل اصلا مسافر. اللي بيختار الحكام احمد شوبير. انا اللي بقول لك اللي بيختار الحكام. طيب نادي الزمالك اكتر حكم بيكرهه مين؟ نادر بتاع الدوله ده، هاته. طيب نادي الاهلي اكتر واحد بيعشقه مين؟ امين عمر ابن محمد عمر، اللي هما الاثنين حاطين بادج الاهلي على صفحتهم. هاته، هو اللي بيختار. ربنا يسخر الولد المؤدب محمد قفشه. اللي هو ربنا اللي عمل كده. ما هو ايه اللي خلاه يطلع في دماغه ان هو اللي يشوط؟ يوم ياخد الكره من معلول اللي هو لو شاط كان جابها جون. تمام؟ وكان قال لك ايه اهو كسبنا 3 بونت. وشوف في اليوم ده عشان الظلم فرقت ثواني ما بين الحق والباطل. كان ممكن الزمالك ما يجيبش الجون في الثانيه الاخيره والاهلي يجيب الجون دون، كان يبقى فرق 6 بونت. كانت سرح. وزي ما انت قلت التفاؤل انك انت اول ماتش الاهلي لعبه الاسماعيلي، مش كده؟